الوضع الأمني ما بعد الخدمي والإنساني حلول أولية لمسألة احتواء. والله ولي التوفيق. والمبادرة تتكون من عدة نقاط وكما يلي: أولا، المبادرة إلى فتح صندوق دولي لدعم حملة الإعمار في جميع المناطق المتضررة في داخل العراق، ولا يقتصر الإعمار على المناطق المحررة فحسب، بل على أن يكون ذلك بإشراف حكومي من خلال المؤسسات المختصة. ثانيا، ضرورة إيصال المساعدات الضرورية بصورة عاجلة وفورية لإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة بواسطة الجيش العراقي. ثالثا، ضرورة تشكيل خلية دولية تعنى بحقوق الإنسان والأقليات، تكون مهمتها الإشراف على إزالة الانتهاكات والتعديات الطائفية والعرقية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبرلمانية المختصة. رابعا، ضرورة تشكيل لجنة إغاثة عراقية وبالتعاون مع الجهات الإنسانية كالهلال الأحمر وغيره للوصول إلى أماكن المعاناة الحقيقية. خامسا، ضرورة تمكين الجيش العراقي والقوات الأمنية حصرا من مهمة مسك الأرض في المناطق المحررة والمناطق المتنازع عليها. سادسا، ضرورة فتح حوار جاد وفاعل مع الأطراف في كردستان من أجل الوصول إلى حلول تنفع واقع العراق وشعبه، ولا مانع أن يكون برعاية أممية. سابعا، السعي الحثيث على المستوى الدولي من أجل إنهاء أزمة التدخلات التركية عبر الطرق الدبلوماسية والسياقات الدستورية القانونية للدولة، وفي حال فشل ذلك يتحول العمل في هذا الملف إلى سياق آخر. ثامنا، ضرورة العمل على وضع استراتيجية متكاملة لإيجاد فرص عمل لجميع المجاهدين الأبطال الذين كانت لهم بصمة واضحة في عمليات التحرير. تاسعا، السعي الحثيث والجاد من أجل دمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية بما يحفظ للقوات الأمنية استقلالها وقوتها وسيادتها من خلال إقرار نظام خاص بها. عاشرا، على الحكومة العراقية المطالبة بخروج جميع القوات المحتلة بل والصديقة إنجاز التعبير من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها. 11، العمل على فتح حوارات تتولاها الجهات الشعبية من الوجهاء وشيوخ العشائر والنخب الاجتماعية لإزالة التوترات الفئوية والطائفية وغيرها. 12، ضرورة إدامة الحوار السياسي الجاد والفاعل من أجل الحفاظ على وحدة العراق وأمنه وسيادته، لا على الصعيد السياسي فحسب بل الأعم من ذلك. 13، ضرورة تأمين الحدود العراقية كافة بواسطة الجيش العراقي وقوات حرس الحدود حصرا. 14، فتح دورات تربوية وتثقيفية في المناطق المحررة لإزالة القلق والخوف وإبعاد الأفكار التشددية وخطر الطائفية، ووضع برنامج متكامل تعليميا وثقافيا واجتماعيا لإزالة الفكر التشددي والقضاء عليه. 15، فتح حوار شامل للمصالحة الوطنية
وفقا للشروط التالية: أليف: ألا يكون الحوار محددا بالطبقة السياسية، بل يكون حوارا للمصالحة الشعبية والوطنية، يشمل جميع الأديان والمذاهب والأقليات والتوجهات برعاية علمائية. باء: ألا يشمل البعث والإرهاب. جيم: ألا يكون قائما على أسس سياسية انتخابية، بل أسس تضمن السلم الأهلي والاجتماعي. 16: جمع السلاح المتناثر في العراق وتسليمه إلى الدولة من خلال آليات واضحة وصارمة، مع الحفاظ على هيبة الجهاد والمقاومة. 17: ضرورة العمل على تصفية السلك الأمني كافة من العناصر غير المنضبطة، ووضع قوانين صارمة تعيد للجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى هيبتها واستقلالها. 18: ضرورة أن يتولى القضاء العراقي النزيه محاسبة المتعاونين مع داعش، بما يضمن الابتعاد عن العقوبات الجزافية ومساوئ المخبر السري. 19: على الحكومة ووزارة العدل خصوصا تدقيق النظر في ملف المعتقلين الأبرياء، ومحاسبة الإرهابيين والمفسدين والمعتدين، مع ضرورة عدم التمييز بين طائفة وأخرى. 20: غلق جميع مقرات الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية مدنية أو اجتماعية أو إنسانية. 21: لا شك أن الوضع السياسي في المناطق المحررة بحاجة إلى وقفة جادة لإنهاء كل الصراعات وإبعاد المتعاونين مع الإرهاب من خلال ما يلي: أليف: تشكيل لجان أهلية عشائرية تعنى بالخدمة الشعبية. باء: السعي لإجراء انتخابات أولية محلية. جيم: إشراف أممي على العملية السياسية في تلك المناطق. 22: فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية والاستثمارية من أجل إعادة البنى التحتية وفقا لقانون الاستثمار الوطني. 23: ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة من جميع النواحي، كما أن تدخل تلك الدول مرفوض أيضا. 24: إرسال وفود عشائرية من وسط وجنوب العراق إلى المناطق المحررة، وبالعكس، للعمل على رفع الاحتقان الطائفي. 25: ضرورة العمل على إقرار استراتيجية واضحة للإعلام الوطني بجميع مستوياته، بما يضمن بث الروح الوطنية بين جميع أبناء الشعب العراقي. 26: ضرورة إتمام التحقيق في قضية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر، وإعلان النتائج للرأي العام، بل وغيرها من القضايا. 27: ضرورة إيجاد آلية حكومية لتوثيق جرائم الإرهاب. 28: العمل الدؤوب على انسياب